عصبيه ولا ايه؟ في ايه معاكم؟ الشخص دوت ابتعد عنك. ابتعد عنك ليه؟ ابتعد عنك لانك انت ممكن هقولك حاجه، انتوا في ما بينكم اختلافات. اصحاب الطاقه دي انتوا في ما بينكم اختلافات، ممكن زي ما قلتلك الشخص ده في الاول كان واخد عنك فكره انك انت ممكن تقضي معاه وقت لذيذ، يقضي معاك وقت تخرجوا تتقابلوا تشوفوا بعض، ياخد منك حاجه وانت فاهم قصدي، كان عنده شغف ناحيتك. فالظاهر في طاقه الشخص ده ان لاحظ عليك طول فترة ارتباطه بيك انك انت عملت له شروط، يعني عشان انا اكمل في حياتك او عشان نفضل مع بعض لازم انت تاخد خطوة عشاني، لا اما تسيب العلاقة اللي في حياتك، لا اما تخلي اهلك يوافقوا عليا، لا اما انت تيجي تقابل اهلي، لان ممكن تكونوا مختلفين في دول، مختلفين في قبائل، مختلفين في مسافة. المهم انك انت عشان تحصل عليا لازم لك ايه؟ لازم لك خطوة. ايه الخطوة؟ انك تيجي تتجوزني او تيجي تاخد معايا خطوة جادة او تسيب العلاقة اللي في حياتك وتكون معايا. فالشخص ده لقاك وقفت له وقلت له لا انا عايزة منك حاجة معينة، شروط معينة، والشخص ده شايف نفسه كان غلطان في الاول، هو كان بيوضح لك ان انا هعمل ده، بس لما انت عملت له حدود هو بعد، تراجع، لانه فعلا الشخص ده في ما بينكم اختلافات ممكن بقى زي ما قلت لكم علاقه رباعيه، ممكن تكون انت في علاقه مع شخص متجوز، علاقه مع شخص ممكن في ما بينكم مسافات دول، ممكن تكون العلاقه ما بينكم فيها اختلاف في اعمار، حد معترض من الاهل، عمر، كل الطاقات دي ظاهره. بشوف ان الشخص ده يعني لا اما متجاهلك تجاهل تام بلوكات واختفاء، لا اما بيظهر لك صوره غير اللي هو بيعيشها. والله بيظهر لك صوره غير اللي هو بيعيشها وهو حاسسها. الصورة اللي بيظهرها لك ان انا مبسوط ومرتاحة وبشتغل وعايش حياتي وبنجح وحياتي ماشية تمام التمام، ولكن هو من جواه منكسر من غيرك، من جواه مهزوز من غيرك. الشخص ده ممكن يكون كمان صحته مش كويسة، ممكن نفسيا، ممكن بقى جسديا. انت عايشة معانا. طب انا هقول لكم حاجة صغننة، اللي بيحس بطاقة حزن فجأة يكتب لي، صح ولا مش صح؟ اصحاب الطاقة دي بيجي عليك وقت تسمع اغنية، تبقى بتسمع حد، تبقى بتتكلم مع حد، تحس بطاقة حزن، وتلاقي شريط الذكريات بيرجعك لورا تاني، تفتكر اللي عمله فيك، تفتكر اللي حصل ما بينكم، تفتكر اخر موقف. عارفين ده من ايه؟ من هو اللي بيراجع اللي عمله معاك. بصوا الطاقة دي بيراجع اللي عمله معاك. ايه اللي عمله معايا؟ ان هو اللي اتصرف معاك بطريقة ممكن خليته يخسرك، او خليته ان هو يبين لك انه مش عايزك، ودي اكتر حاجة حرقة دمه بصراحة. بس كفوا منكم. تعالوا نشوف بقية الطاقات. انت واضح ان انت كنت بتثق في الشخص ده جدا لدرجة انك ما كنتش متوقع فعلا يبعد، كنتش متوقع. اخدت قرار انك لازم تبعد عنه وتعامله بالمعاملة اللي يستحقها. انت ما تستاهلش حب، ما تستاهلش مشاعر، ما تستاهلش الوقت اللي اديتهولك. حتى لو فتح بلوك، حتى لو عمل اي حركة هو بيعملها لان هو حاسك خلاص نسيت، خلاص فقت، خلاص ما بقتش عندك وقت تضيعه اكتر من كده. اللي هو رجعلي بعد ايه؟ بعد ما كل حاجة خلاص، رجعلي بعد ما كل حاجة حصلت والمشاكل اللي انا عشتها والفترة الصعبة اللي انا مريت بيها. غير انك انت في ناس لامتك يا صاحب الطاقة دي، ممكن صديق مقرب، اخت،
اخ ام حد لامك على الشخص ده، او حد راهن عليك انه شخص مش كويس وانت ما صدقتهوش، قالك هيعمل كذا او بيكذب عليك في كذا وانت ما صدقتش. بس انت واضح ان انت كنت بتثق في الشخص ده جدا لدرجة انك ما كنتش متوقع فعلا يبعد، كنتش متوقع. طيب طاقته ايه؟ ناوي يتكلم، شايفاه ينزل ستوري الفترة دي، هيفك بلوك، اوعى تاخد خطوة، هو راح ياخد معاك خطوة، هيفك بلوك اهو تاني مرة، وهيحاول خطب. انت ما حضرتش الطاقة من الاول، بيقول لي خطب انت ما حضرتش في الاول، تمام. الشخص ده راح يرجع وهينزل ستوريهات وهيلمح لك وهيتجرأ، ولو ده كان شخص يعني صنم في المشاعر هيعبر لك عن مشاعره، انا اللي بقولها لك. الشخص ده عايز معاك خطوة جد، حتى لو متجوز هيتجوزك، يعني لو هو عنده علاقة ومش هيقدر يسيبها، شايفة انه راح يتجوزك برضو، المهم تبقي معاه، مش مهم بقى. لو ما عندوش علاقة الشخص ده هيتجوزك حتى لو اهل رافضين، حتى لو اختلافات، تمام. خايفة اكمل العلاقة دي لا توجع قوي، كفاية بقى تعشيم لحد كده وانسحب، ده تفكيرك، كفاية اول حد هنا ماشي، ده تفكيرك يا صاحب الطاقة، قاعد بتسمعني وبتقول ده لنفسك. اطلعوا من الطاقة السلبية دي، لان واضح ان انتوا قلقانين جدا ومريتوا بعلاقات كتير فيها خيانة، فيها خداع، ان كان اصدقاء، ان كان اصحاب، ان كان اهل، كان حتى علاقات عاطفية. انت كتير اتأذيت لانك طيب، وتبتك ممكن كانت سبب في اذيتك. موفقين في حياتكم، ادوا فرصة، بيقولك المغفرة سامح، لان ان شاء الله الجاي افضل، وهيكون في يعني تحقيق تارجت او هدف او حلم انت عايز توصل له.